السبب والسر ورا تألق محمود كهربا في الدوري الليبي. يلا نتكلم عن كل حاجة عن كهربا والنتائج والأرقام اللي مقدمها، ونحلل كمان أهدافه وأسيستاته في الدوري الليبي. يلا بينا. سر تألق كهربا في الدوري الليبي راجع لعدة عوامل، وأهمهم هو بعده عن الضغط الجماهيري اللي كان بيحصل عليه واللعب بروقان كده، وتاني حاجة هي البعد عن الراجل ده والبعد عن كولر اللي كان سبب رئيسي في تدهور مستواه مع الأهلي بعد مشاركة جده موديست عليه بشكل أساسي، وكمان جعل كهربا رقم 3 بين مهاجمين الفريق، وكمان ضعف الدوري الليبي إلى حد ما. يلا بينا نتفرج ونحلل مع بعض أهداف وكمان صناعة الأهداف بتاعة كهربا المميزة في الدوري الليبي مع الاتحاد الليبي. ودي أول لعبة معانا لكهربا انطلاقة من الجبهة الشمال المفضلة ليه، 1 2 مميز مع زميله، ثم الانطلاق في منطقة الجزاء وبتهويشة قدر ياخد ضربة جزاء بمنتهى السهولة من المدافع المصري بازوكا، بس مش بتاع الفراخ. يلا إعلان ببلاش أهو، مش مشكلة. يسكت بقى عم كهربا على كده؟ والله أبدا، يشوط ضربة الجزاء عشان يحصرنا على ضربة جزاء باتشوكا أكتر وأكتر ويسجل أول أهدافه في الدوري الليبي، وده تاني هدف معانا. وزي ما أنت شايف كده كهربا مركز جدا حتى في تحركاته، مفيش العشوائية اللي كان موجود بيها مع الأهلي خالص خالص، وكمان بيحط دماغه كده ويوجه الكرة في الشبكة بمنتهى السهولة والمهارة عشان يعلن عن هدف جميل ليه مع الاتحاد الليبي. ودي ضربة جزاء تانية تندمنا أكتر وأكتر على كرة باتشوكا. شوف الراجل بينفذ ضربة الجزاء وأكنه متمرس في تنفيذ ضربات الجزاء، بيحطها حيث يسكن الشيطان، فين؟ في المقص، في السوكة فوق. كنت فين يا كهربا في ماتش باتشوكا وأنت بتضيعها بمنتهى السهولة؟ والراجل مش بس بقى يشوط ضربات جزاء هناك، لا ده كمان بيلعب فاولات متطرفة. يعني تخيل إن كهربا، محمود عبد المنعم كهربا، بيقدر يرفع الكورة عن الأرض، لا مش بيرفعها بس، ده بيرفعها وعاملها موزة على رأي معلقنا الكبير كابتن ميمي الشربيني، عشان تروح تخبط في المدافع وتخدع الحارس المرمى وتدخل جون من عرضية مين بقى؟ محمود عبد المنعم كهربا. يا سبحان الله. وده جون رابع كمان بالهيد. تخيل كهربا اللي ما كانش بيلعب بدماغه خالص في مصر، وتقريبا الكوره اي كوره بتيجي في دماغه كده بتخبط وتطلع بره وخلاص، بيحط تاني جون ليه بدماغه في الدوري الليبي بالشكل اللي انت شايفه ده. توجيه ممتاز، تحرك ممتاز، كل حاجه ممتازه، تقول ده واحد متمرس في ضربات الراس، رغم ان هو عكس كده تماما. وده اسيست جديد لمحمود عبد المنعم كهربا. شوف الاستلامه، الراجل وقف رايق، بص اللعيب اتحرك له شاور له قال له خد يا عم روح هات جون، باص كده رايق بفن بمعلمه بحاجه كده ما شفناهاش من كهربا من زمان جدا. تعالى هوريك حاجه مش هتصدقها. شايف الكوره دي؟ شايف العرضيه الموزه دي اللي لعبها مين؟ لعبها محمود عبد المنعم كهربا. سيبك من التصرف والمهاجم التعبان، ولكن شوف العرضية معمولة ازاي بالمقاس وازاي لفة. ده محمد هاني يجي يتعلم منك يا راجل. وبكده خلاص نكون خلصنا الفيديو، ونتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بمحمود عبد المنعم كهربا وكل اللي بيقدمه مع الاتحاد الليبي. وما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة اليوتيوب ولايك للفيديو، وكمان متابعة لبيج الفيسبوك. وبس كده، سلام.